لمحة لما بعد التخرج. أتحسس ذكرياتي في مكان مهجور، أجواؤه باهتة، تنبعث فيه الفوضى كمدينة استراحت بعد احتدامها بأشرس المعارك. رائحة غبار الغياب تكتم أنفاسي وتزرع بحلقي غصة تعجزني عن الكلام. داخلي ملبد بغيوم من الحزن دليلا على الفراق النهائي، كفقدان شخص عزيز. شعور موحش، كأني في بيت مسكون بالأشباح حيث لا أصدقاء يبددون وحشتي، فلقد كانوا مصابيحا تضيء المكان وتبعث فيه الحياة. أتمشى في خارج المكان، لم يعد هنالك من يرد التحية ترحيبا بي أو يفرد ذراعيه ليعانقني كما كان يفعل زملائي. نعم، بجسدي المرهق أجلس وحيدا في مكاني المفضل الذي كان متنفسي. أتنهد بشدة مع احتسائي كوبا من الشاي لألفظ من صدري هموما أرهقتني. أرى الأشجار تبدو عليها ملامح الكآبة، وكأنها تريد إخباري أنها ما زالت وفية ولم تنسني. أجري للداخل لأتأمل كل الزوايا وأتذكر بعض التفاصيل، فلم يتبقى سوى ماسات فارغة أشتم رائحة أصدقائي فيها. عسى أن يزيل عني قليلا من قساوة الشعور. يتبقى على السبورة عنوان مكتوب بقلم أحد الدكاترة وخطوط فوضوية لم أميزها كتبت أثناء الوداع، وحروف إنجليزية كتبت بطباشير ناعمة من أحد الطلبة. لم يتبقى إلا صدى أصواتنا الذي كان يصدح بكل الأرجاء بشغف كبير ليزيل رتابة المحاضرات الطويلة. أيضا يتبقى في المكان شعارات على الحائط كتبها البعض قبل مغادراتهم، لتبقى ذكرى بسيطة ربما تكون حبل ارتباط يتمسك به عند شعوره بحنين جارف. لحظات هاجسة لاعتلاء مراكز متقدمة. نعم، لقد رحلنا ولا يزال المكان كما هو، وإن بقى فمن يعيد الأصدقاء بكل طيشهم وأحلامهم التي تعانق السحاب بضحكات بريئة. لا أدري لماذا أحس بفراغ كبير بدونه. سنوات قضيناها كانت المفترض الذي يجعلنا نخوض حربا بدون قتال دموي ودون البحث عن أمجاد زائفة. مسلسل درامي بكل أشكاله الكوميدية والتراجيدية والساخرة. كيف لي أن أتخيل ذلك؟ فلم أعد أشتري أقلام الحبر لأضعها في جيبي رمزا للعلم الذي يحدو بنا صوب الترقي نحو العلا، والدفاتر المرصوصة لأخط عليها مستقبلي أضحت للذكرى. الملابس المعلقة على الجدران أصبحت مهملة، علب العطور والأمشطة والدهانات الموضوعة فوق طاولتي رغم كثرتها وثمنها فقدت رونقها ولم تعد تعطني ذلك الشغف الكبير. نعم، لم أعد أهتم بمظهري وأناقتي ولا حتى بتسريحة شعري. المرآة الكبيرة التي على دولابي أصبحت منسية. لم أعد أهتم برؤية وجهي وشكلي
لم يعد بإمكاني أن أنهض بلهفة وشوق. أصبحت ما إن أصحو أتذكر أنني لن أزور ذلك المكان، فتنتابني حسرة تمزق صدري. ماذا هنالك بعد؟ مشاعر مكبلة. لم أكن أدري أن فراقي لمبنى كليتي سيترك كل هذا الأثر. آمي على أيام مضت رغم صعوبتها وأوجاعها ومعاناتها، لكنها كانت أهون من هذا الواقع الذي يكبلني بسلاسل من المسؤوليات.